ايه ده ايه ده ايه ده؟ فاضل 24 ساعة وانتي لسه ما عملتيش مخلل؟ ازاي؟ طب هتفطري على الفطار في رمضان ازاي ومفيش طبق مخلل حرش يفتح نفسك على الاكل؟ ما عندكيش وقت؟ لا لا لا، تعالي اقولك ازاي في 24 ساعة بالظبط تاكلي احلى مخلل. يلا الوقت ما ضاعش منك ولا حاجة، هنستغل الوقت بتاعنا وهنعمل المخلل السريع. تخليل سريع وسهل وبسيط، ومفيش اسهل ولا اسرع من كده. يلا بسم الله نعمل محلول النقع بتاعنا. انا المحلول الملحي بتاعنا لتر من المية المغلية بسيبه يطفى خالص، وبعد كده بضيفله معلقتين كبار من الملح، وانا استخدمت النهاردة ملح الهيمالاي. وكمان ضفت معلقة كبيرة من الخل. يبقى لكل لتر من المية الدافية بضيفله معلقتين كبار من الملح، وكمان معلقة كبيرة من الخل، وبدوبهم كويس قوي مع بعض. وده كده محلول الملح بتاعي علشان اعمل بيه اي مخلل. كده تمام. لحد دلوقتي بنحضر المحلول ونركنه على جنب كده. تعالوا بقى نعمل احلى خيار مخلل تكليف 24 ساعة بس. خلونا متفقين ان قبل ما نعمل اي مخلل لازم يكون البرطمان مغسول ومتعقم كويس ومتصفي كمان. طيب انا هنا هخلي الخيار في برطمان ازاز، وده بصراحة يستحب يعني برطمان ازاز. ببدأ ان انا احط كده الخيار في البرطمان بالشكل ده، وطبعا بشيل الراس بتاعت الخيارة من فوق ومن تحت. بحضر ايه مع الخيار؟ في 3 فصوص بالظبط من التوم، وكمان بضيف شوية كده من الكزبرة اللي هي الصحيحة، الكزبرة الناشفة الصحيحة. وبضيف المحلول الملح اللي احنا عملناه من شوية، اللي هو كان عبارة عن مية وخل وملح بس كده، ورشة كده بسيطة بس ايه من الشطة، وده اختيارية براحتك خالص، بس بصراحة بتدي نكهة كويسة جدا. ببدأ ان انا بقى ايه اقفل برطماني وارجه كده كويس قوي. وخلاص كده الخيار جاهز معانا، هنركنه على جنب. ويلا بسم الله نبدأ مع بعض نشكل المخلل. اي خضار عندك في السوق هاتيه وخلليه. انا هنا مثلا عندي جزر، عندي قرنبيط او قرنبيط، عندي فلفل احمر، فلفل حامي، عندي فلفل اخضر، عندي خيار. براحتك، ده المشكل بالنسبه لي اليومين دول. ممكن تحطي كرنب، مفيش اي مشكله خالص. اول حاجه بعملها ان انا القرنبيط او الارنبيط اللي انا بجيبه ببدا ان انا اغسله كويس، واحط كده الحله على النار فيها ميه، وانزل بالقرنبيط يدوبك بس ايه غلوة واحدة بس، وبطفي عليه وابدأ ان انا احطه او اخلله على طول. طيب الخيار الجزر بقطعه ازاي؟ بتقطعيه بقى بالسكينة عادي، او ممكن تقطعيه بسكينة المخلل اللي هي المزجزجة دي، براحتك خالص براحتك. بس انت عايزاه بقى تعمليه يعني ايه بيرفكت قوي وبروفيشنال بمعنى اصح. فانت بقى ايه هتجيبي السكينة بتاعت المخلل الحلوة دي ام 15 جنيه، وتبدأي تعملي بقى اشكال حلوة من الجزر. انا هنا عملت الجزر الاول، وبعد كده عملت الخيار برضو اشكال. وطبعا يفضل ان انت تحطي الخيار صحيح، بس ايه قلت ما بدهاش بقى يعني نظبط برضو نعمل شوية اشكال عشان يبقى المخلل شكله حلو ولذيذ كده. قطعت الخيار وقطعت الجزر بالسكينة الحلوة دي، وبعد كده بدأت ان انا احضر الفلفل. والفلفل بصراحة حطيته صحيح يدوبك، بس عملت له فتحة كده من النص وبس. خلاص كده الايه الخضار كله اللي انا هخليه النهارده جاهز معانا. وطبعا مش هننسى القرنبيط، احنا حاطينه على النار بنديله غلوة. قرنبيطك جهز وخيارك ومخللك كله جاهز اهو، قطعتي كله. يلا بقى حطي كده في صينية او في طبق، ورش عليه شوية من حبة البركة. ايوه حبة بركة. خيار مخلل او مشكل مخلل ما ينفعش غير بحبة البركة. برطمانك المتعقم والمغسول كويس جدا، هنبدأ ان احنا ننزل عليه ننزل فيه كده بالمخلل او الخضار، وواحدة ورا واحدة كده، وبراحتك شكلي بقى زي ما انت عايزة. وطبعا اعملي اشكال عشوائية عشان يبقى شكل البرطمان حلو كده ويفتح النفس. ايوه ما هو مش معقولة يعني هنقضي رمضان من غير ما ناكل مخلل. طيب انا هنا بملي البرطمان كله، وبعد كده برضو بجيب 4 5 فصوص من التوم الصحاح مش مفرومين خالص، وابدأ ان انا احطهم كده في البرطمان. وببدأ ان انا احط شوية من حبة البركة وشوية كمان من الكزبرة الصحيحة. ممكن تستبدلي الكزبرة بكمون براحتك، بس بصراحة بحس ان الكزبرة بتدي نكهة حلوة قوي. المحلول الملح اللي احنا اصلا عملناه من شوية، بس احنا ما ضفنالهوش
هريسة شطة. فانا دلوقتي هضيف هريسة شطة، لو انتوا فاكرين عملناها مع بعض من فيديو فات كده، فانتوا ممكن ترجعوا لها، وهحط لكم اللينك ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس. المحلول بتاع المحلول الملح ده انا بضيف له ليه هنا زيت زيتون وهريسة شطة، عشان مخلل المشكل بيكون محتاج هريسة شطة، وكمان بيكون محتاج زيت زيتون. على فكرة زيت زيتون مادة حافظة كويسة جدا، وهريسة الشطة بتدي طعم ومادة حافظة كويسة جدا برضو. ببدأ ان انا اغمر كده او اغطي المخلل بالمحلول الملح ده، وبس خلاص بسيبه بالظبط من 24 ساعة ل48 ساعة، بيكون الخيار جاهز معايا ومستوي ولونه بقى حلو، وبصوا مقرمش. هسيبكوا بقى مع الصوت دلوقتي وتسمعوا احلى صوت قرمشة بجد تجنن. شايفين الخيارة مستوية وزي الفل ومقرمشة، محافظة كمان على قوامها وزي الفل. نصيحة نسيت اقولها لكم، لما تيجوا تعملوا خيار مخلل نقوا الخيارة الصغيرة الماسكة المتماسكة كده، ما تنقوش الخيارة الايه اللي بتبقى مهرمنة كده وتبقى كبيرة. نقوا الصغيرة عشان ترمي معاكوا قرمشة، وترمي معاكوا خيار كده حلو، ما ترميش معاكوا مية ولا تعبي مية. زي ما انتم شايفين كده الخيارة مش معبية مية وزي الفل. تعالوا بقى نشوف المخلل المشكل استوى ولا ايه. عايزه اقول لكم استوى، وطعمه فعلا في منتهى الجمال، مقرمش وحلو قوي. وعايزه اقول لكم الملح بتاعه مظبوط 100%. شايفين زيت الزيتون حافظ معانا على المخلل، وكمان اداله لمعة حلوة قوي زي اللي بنشوفها بره. وبالظبط نفس ما زيت الزيتون عمل مع المخلل، هريسة الشطة عملت مع المخلل احلى لون وكمان احلى طعم. جربوا المخلل على طريقتي، وان شاء الله المخلل والخيار يعجبكم جدا لما تجربوه بالطريقة دي. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.